عودة الحلو فارس. قبل ما أحكي عن فرحتي برجعته خليني أخبركم عن مخاوفي. عم بلاحظ إنه كل ما استحوذ بطل على العمل بيصير مثله مثل الحاكم الإله، ببلش يقطر كل بطل تاني أو سنيد لحتى يكون هو المسيطر وما حدا ياخذ مكانه. اليوم الدراما راجعة أقوى من المواسم الماضية ب 22 عمل درامي انعرضوا على أكثر من 50 محطة ومنصة، مقارنة برمضان الماضي العدد كان 11 نصه بالضبط. وهالكلام معناه تطوير وأبطال جديدة وتهديد للبطل اللي ما بيطور أدواته ومهاراته. بالمختصر أنا شايف كل بطل جديد بمسلسلات البطل أو حد ممكن يقترب للفشل. إذا أنت مخرج أو ممثل هالموضوع ما حدا بيحكي فيه، لازم تتعرف على هالأسلوب من أداء الممثل، لأن لازم تقرر كمخرج من بداية العمل شو هو أسلوب الأداء بعملك. كمل الحلقة اللي تتعرف على التعريفات الأكاديمية لهالنوع من التمثيل. مثل ما شفنا كمان تحديد للأدوار لفارس الحلو ونور العلي اللي كان ممكن يكون في انغماس أكثر لهم بالقصة ويتوسع قوس شخصيتهم، لأنه فارس الحلو ما في أجمل من أنه يمثل ضابط النظام إلا معارض شرس له، واكثرهم كرها لضباط النظام وقمعه. عودة الحلو بعد 14 سنة غربة عن الدراما السورية لو ما حسبنا وجوه وأماكن اللي تصور بتركيا، وعودته خصوصا بالحلقة الخامسة بمولانا. ما في داعي نوصفه لهالجبار الحلو بداءاته وتلوناته، وهو اللي بيضحكنا وبيرعبنا بأدنى جهد منه، وخصوصا لما بيكون عم بيأدي دور الضابط بكل وحشيته وقسوته وينتقل للتضاد أو لتنفيسة الشخصية بمشاهده العاطفية اللي أيضا منلاقي فيه قدرته على تباين الصفات من هدوء وليونة ليصير العاشق الولهان. بتحبني؟ برتاح معك وباخذ نفس ولولاكي ما بكمل معك. الحلو اللي بيعتمد على التمثيل المنهجي اللي هو الميثود اكتينج، اللي هو الاداء الطبيعي اللي اخذ اداءه من شخصيته اللي هو بيرسوناليزيشن. هذا هو فارس الحلو اللي رجع للدراما السورية الوانها الحقيقية بعد ما كانت باهتة بلا. ليش دخل الشعب بمجلس الشعب؟ طبعا منى واصف ما في داعي نحكي عنها أكثر من هيك، لأنه هي فعلا هي سندانة الدراما السورية، ولكن للأسف إنه الأدوار اللي عم تنعطاها صايرة أدوار بسيطة، وأكيد هو لسنة أو لدورها بالعمل بحد ذاته، ولكن أتمنى إنه نشوف هيك منى واصف بدور أكثر تفاصيل أو أكثر حيوية. الله يعطيك الصحة منى واصف الرائعة الجميلة، كلنا بنحبك.